السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. النهاردة هعمل بسكوت اللانكشاير. بسكوت جميل كده رقيق في منتهى الجمال والنعومة. نوع من انواع البسكوتات الفخمة كده، شكلها جميل، حلوة كده، تعجبك ان شاء الله وتعجب اولادك وكده. مقاديرها يا جماعة: اتنين سمنة، 2 دقيق، 2 نشا، بيضتين. هو اصلا المقدار الواحد يا جماعة بيعمل 1 بيضة، 1 دقيق، 1 نشا، 1 سمنة، وفانيليا. ما بيتحطش عليها بودر ولا اي حاجة. انا عاملة مقدارين، يعني حاطة 2 بيضة عليها فانيليا، حاطة 2 سمنة، 2 نشا، 2 دقيق. ده يا جماعة بيترب السكر والسمنة او الزبدة او خليط بينهم، بيترب كويس جدا، كأنك بردك بتعملي كريم شانتيه او حاجة كده. بيترب حلو جدا السكر البودرة مع السمنة او الزبدة. ممكن تعمليها بالاتنين او تعملي خليط بينهم. انا عملت خليط بينهم، وتحط البيضة بيضة بردك وتتضرب كويس، وعليها الفانيليا. انا بحط على طول الفانيليا على البيض عشان ما انساهوش، واضربه كويس جدا كده. لما ابص الاقي قوامه بقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، الكريمي ده، ابدا احط عليه الدقيق والنشا. هو المقدار اللي انا حطاه ده يا جماعه بياخد مقدار الدقيق ومقدار النشا، وبزود، ممكن ازود عليه بردك نص كوبايه دقيق على نشا، او ممكن نص كوبايه دقيق بس. ماشي يا جماعه. والم بقى العجينه بتاعتي كده لم، زيها زي البسكوتات يا جماعه، لم. وبردك الكحك بيتعمل لم. كل حاجه في نواعم العيد بتتعمل ملمومه، مش بتتلت زي العيش. يعني هو بسم الله ما شاء الله، هو بتتعمل جميله كده. يعني ملمسها جميل كده، وانت بتعمليها كده بتحسي حاجه جميله كده. اهي يا جماعه لمت، اخدت مني مقدار الدقيق ومقدار النشا، وزودت كمان، يعني زودت حوالي نص كوبايه. واخد بالي بردك علشان نوع الدقيق بيختلف. انا لميتها يا جماعه. انا بحط لها لون. انت ممكن تعمليها بيضه عادي كده، بس انا بعملها بقالي ياما كده، حتى من عند ما كنت عند بيت اهلي كنت بعملها بنفس الطريقه دي، وبحط عليها اللون. بحط عليها لون كمينة مشمش. اروح للعطار واقول له انا عايزه لون مشمش اصفر كمينة. لو انت عايزه، عنده الوان كتير، لو انت عايزه تحطي اي لون تاني حطي. انا يا جماعه والله لون المشمش ده احسن لون، تحس انه لون حلو كده، لون ناعم. لكن لون الالوان التانية انا عملت منها بردك نماذج عشان اوريها لحضراتكم، بس ما عجبتنيش، يعني ما بعملش بيها اصلا. يعني بعمل على طول باللون الاصفر، اللي هو كمينة مشمش اصفر من عند العطار. ده لون صحي يا جماعة، مش لون، مش مثلا غير صحي او حاجة. كمان ده اللون ده غالي دلوقتي، يعني الاصل منه يعني عامل مبلغ وقدره. انت بتجيبي مثلا ب10 جنيه بيكفيكي 2 3 سنين، لان انت هتشوفي ممكن اكتر كمان. يعني ده انا عندي لون منه بقاله يجي 3 4 سنين. يعني شوفي دول حبة اللي انا بحطهم، هتجيبي ب10 جنيه هتكفيكي مدة يعني. اهو جماعة. وبرضك ما تعجنيش، تلم تحطي على قد يعني تحطي حبة وتختبري اللون لما توصلي للدرجة اللي انت حباها. انا قسمت العجينة يا جماعة علشان برضك احط عليها اسيب واحد ابيض، واحط لون بنفسجي كده، واحط لون بنفسجي على اللون الاصفر ده، عطالي لون برتقاني. هتشوفوه يا جماعة دلوقتي. اهو ديت بقى بردك ما بعجنهاش يا جماعة، بلمها. هي عجينة ناعمة وجميلة. اللون يا جماعة اسمه لون كمينة مشمش، بيتجاب من عند العطار. عنده ألوان كتير، هو لون بودرة، مش لون، مش سائل يعني. جميلة، لونها جميلة هي. لو انت عايزة تزودي عن اللون ده
زودي. انا حطيته درجة كمان بردك، هتعجبك الدرجة اللي انا عاملاها، يعني مش اصفر فج كده، لا جميلة. ده لما بتخلص كده بكورها زي البلية، اقل من البلية، الحجم اللي انت عايزاه. يعني انا بعملها زي البلية كده او اقل من البلية. هي بتفرش شوية يا جماعة في الفرن، يعني ما بيتحطلهاش بودر، هي كده بس، ما بتحطلهاش بودر زيها زي السابليه، زي البيتيفور، ما بيتحطلهمش بودر يا جماعة. عجينة ناعمة، يعني سمنة وسكر ونشا هنا يا جماعة. بسم الله ما شاء الله جميلة. بس مش بتعملوا الحجم ده بقى، انتوا تعملوا الحجم اللي انتوا عايزينه، انا بوريها لحضراتكم كمثال يعني. هتكوريها كده وبتطيب درجة حرارة الفرن بتاعها يا جماعة 160، وتاخدي بالك منها مش بتحمر جامد، لا بتلون بس زيها يعني، بتتلون درجة عن الغريبة. يعني ساعات اخد بالي كويس، عشان ساعات اللون الاصفر دون يعني ما يبينليش درجة طيبانها او حاجة. يعني ممكن اطلع واحدة كده اشوفها، بتاخد حوالي 10 دقايق 12 دقيقة في النار كده، على فرن رف اوسط 160 درجة 150 درجة. واخد بالي كويس يا جماعة، يعني ما سيبهاش واقعد، يعني لا اخد بالي منها كويس. كل المخبوزات كده يا جماعة عايزة بردك زي ما بيقولوا زمان كده، عينك في وسط راسك بالنسبة لها. عملت اول صينية هي، بوريها لحضراتكم انا عملت الحجم ده، عايزين تصغروا عنه صغروا اهو. عملت فيه هناك اللون ده عند العطار، فيه اللون ده موجود عنده، اللون ده، وفي لون تاني واللون الابيض ده لون العجينة العادية، ما عليهاش اي لون، دي العجينة العادية. بس انا ما رضيتش اطول بقى على حضراتكم وكده، يعني الحتة دي ما جريتها يعني. انا حطيته هون في الفرن، ودوت يا جماعة شكله اللون البرتقاني ده يا جماعة، مزجت اللون الاصفر باللون اللي هو البنفسجي ده اهو يا جماعة. ده طيابه يا جماعة. دي اكتر واحدة، اللي هي التلاتة دي، تالت واحدة دي اكتر واحدة طيبة، وطيابها حلو بردك، طيابها مش وحش. ودي البيضة، عملت اللون الابيض والالوان دي طيابها جميل قوي، اللي هي دي. وهي يا جماعة بسم الله ما شاء الله عليهم، طلعوا في منتهى الجمال. انا بحب البساطة يا جماعة في التزيين، ما بحبش الكلكعة، يعني بجيب يعني انا طول عمري بعمل كده. مربى مشمش، انت لو عندك مربى فراولة عادي، لو عندك اي حاجة يعني تلزقيها بيها عادي، عسل، اي حاجة لو المتاح عندك لزقي بيه، الزقيهم في بعض بيه. انا عملت كيس كده وحطيت فيه معلقتين مربى، وقلبتهم كده على ظهرهم، وهحط كل واحدة، يعني عملتهم صفوف كده، واحدة واللي جنبيها اسيبه الصف اللي جنبيها واعمل الصف اللي بعده، علشان يبقى سهل وانا بعملها كده تبقى سهلة. المربى يا جماعة تبقى مربى بوريه، اللي هي لو عندك قطع ممكن تضربيها في الخلاط وتحط لها نقطة مية كده وتسويها على النار تاني ثواني كده. المربى دي مربى مشمش، انا عاملاها في البيت في اواني المشمش يا جماعة. يا جماعة انا عملت كده، سبت صف وحطيت في صف، وهحط دي على دي. سهلة جدا، يعني حاجة جميلة وحاجة رقيقة كده، تعجب ولادك ان شاء الله، تبسطيهم بيها في العيد. يعني ممكن تعملي مقدار واحد مش مقدارين، يعني المقدار عامل كوباية دقيق، كوباية نشا، كوباية سكر، كوباية سمنة، بيضة، وواحدة فانيليا. انا عاملة مقدارين يا جماعة، اتنين سكر، اتنين اتنين سكر، اتنين دقيق، اتنين بيضة، اتنين نشا. وضربت السكر والسمن كويس قوي جدا يعني، وبعدين حطيت البيضتين واحدة واحدة وعليهم الفانيليا، وبعدين حطيت الدقيق وحطيت النشا. يا جماعة لو عجبتكم الوصفة بتاعتي ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وتعليق جميل من حضراتكم بيبسطني ويرفع القناة. تمنياتي لكم بعيد سعيد مبارك. ان شاء الله انزل بكرة السابليه، ويا رب يعجبكم وتعجبكم كل وصفاتي،
والسلام عليكم ورحمة الله، وعيد سعيد إن شاء الله.